ايوه يا عم ريشه. عمو ايه يا عم؟ ده انت اللي عمو. ايه الجمدان ده؟ بتدب في محمد رمضان ومحمد صلاح وخاربها انت على النت. شفت بقى ان الحقيقه بتزعل؟ اديك حسبتها بدب فيهم، ما حسبتهاش ان انا بقول الحقيقه. حقيقة ايه يا عم؟ وجابت لك كام مشاهدة يعني؟ ياه، هي الحقيقه لازم تجيب كل ده؟ ما هو بتقول وبتدي وبتدب على النت، يبقى جابت لك كام مشاهدة، كام لايك، كام دولار؟ هو ده اللي احنا نعرفه. انا اعتقد الحقيقه ما بتتحسبش كده، ما بتتحسبش باللايكات والمشاهدات و... ويبقى ليها ثمن مادي ملموس اصلا. يعني ما اعتقدش حد يقدر يقول لي ثمن الحقيقه كام. لا اسكت، مش بقى بتتقاس بكده خلاص دلوقتي؟ وهديك الدليل. مش انت لما طلعت اعترضت على محمد صلاح واللي عمله، وان هو ما وقفش جنب اخواته وهي لا بلا بلا، وقلت انه بيدعم شركات المقاطعه باين وبرامج القمار اللي بتبقى في الصور وراه وفي الملعب اللي هو بيلعب فيه، ومع ذلك يعني ما فيش لا قيام ولا صح؟ مش قلت كده الكلام ده؟ حققت ايه بقى انت؟ انت حققت ايه؟ وشوف هو بقى لما عمل الاعلانات دي وعمل الكلام ده كله حقق ايه وخد ايه، او بمعنى اصح زي ما الناس ما كتبت لك، انت فين وهو فين؟ بصرف النظر اللي انت قلته صح ولا غلط يعني، وكأنك ملكش الحق انك تعترض حد. وازيدك كمان من الشعر بيه، شوف متابعينك ومتابعينه كعدد، وشوف لو حد زي صلاح مثلا ولا رمضان طلع قال لمتابعينه ان هم يلغوا المتابعه بتاعتك لو حد منهم متابعك يعني، شوف انت بقى. شوف انت الناس دي هتعمل ايه. انت لا تساوي شيء بالنسبه لهم، معلش في الكلمه يعني، طالما راسك مش براسهم. طبعا انا عارف ووشك بيقول ان انا كلامي صح، وعارف كمان ان انت بتعمل لله، وعارف اكتر من كده كمان انك بتتخنق قوي لما تشوف حاجه غلط وما تتكلمش عنها، لانك بتحس انك مغفل، وانت مش مغفل، وانا عارف ده كويس. انا عارف وانت عارف واللي بيشوفونا عارفين ان انت صح. بس لو مصلحة اي حد من اللي بيحبوك دول هتتعارض مع مصالحه الشخصية، هيبقى ما عندوش مشكلة خالص انه يتحول للمعسكر التاني، لانك في زمن المصالح يا بيه. اللي بيشوفك ويسقف لك عشان بتقول الحق، بغض النظر ان هم قليلين جدا، هيعمل كده لان السوشيال ميديا ما خلتش. لو اتفه واحد اصلا عمل مسابقه مثلا وسحب على ايفون سيريس فوكس ماكس، وشروط المسابقه دي ان هم يلغوا متابعتك حضرتك، هيعملوا كده، الناس هتجري عليه زي اللا مؤاخذه. لكن اللي زيك بقى واللي هم متمسكين بالحقيقه قوي ومكلبشين فيها ومثبتين فيها جامد، فيا سيدي معلش بقى، هارد لك، يبقى تعال المره الجايه، حظ اوفر المره القادمه، او نلقاكم في المدينه الفاضله بقى ان شاء الله. يعني انا افهم منك كده ان قيمه الانسان بتتقاس باللي بيظهر منه للناس، مش في جوهره او في قيمه المعلومه او النصيحه اللي هو بيقدمها. نصيحة ايه وكلام اهبل ايه بس؟ يعني انت شفت حد قاطع محمد رمضان مثلا، ولا محمد صلاح، ولا غيرهم من اللي باعوا القضية مثلا؟ لا بصراحه ما شفتش. كلها بتاكل عيش، واللي عارض قاعد في بيتهم لوجهة نظر انهم ما حسبوهاش صح يعني، او ما حسبوهاش بالحسبة الدنيوية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. هم صح على عيني وعلى راسي، بس ما اتحسبتش صح في الزمن والوقت والمكان اللي هم عايشين فيه. لانك لو اعترضت على الغلط في الزمن ده او في الوقت ده او مع الناس دي، للاسف هتخسر كتير جدا. لكن لو عايش في المدينة الفاضلة هقولك انت لما تقول كلمة حق ناس كتير هتقف جنبك، واحنا مش في المدينة الفاضلة. فهل انت بقى شفت الناس قطعت الناس اللي باعوا القضية دول؟ لا بصراحه ما شفتش. شفت بقى، مع ان ده الصح وده اقل رد على اللي بيعملوه. بس مين يقدر ما يتفرجش على مو صلاح ولا جعفر العمدة مثلا؟ هقول لك ايه، 1 2 1000 مليون طز ولا اي حاجة خالص، ولا هيأثر في شعبيته. واحد عنده 100 مليون والتاني عنده مليار، وده عنده 500 مليار، انت فاهم؟ اما يخص مليون هيحس بحاجة؟ ابدا مش هيحس بحاجة، لان هما بيعاملوا الجمهور على انه عدد، واحنا عارفين كل ده، ومع ذلك مكملين في متابعة الناس دي. وعشان كده كمان شركات المقاطعة بتتعاقد مع الناس دي عشان الناس دي مؤثرين، والناس بتنسى لهم الغلط او تبلع لهم الزلط يعني whatever.
وفي نفس الوقت هما بيفكروا في مصلحتهم. اما باخد 18 مليون في اعلان، معلش انا اسف يعني، طز في المبادئ. مبادئ ايه يا صاحبي اللي هتاكلني؟ ايه المبادئ؟ معلش انا اسف يعني. يعني انت عايز تقول ان الواحد كل ده بينفخ في قربة مقطوعة، وان الناس بتقيمك وبتديك قيمتك من خلال اعداد متابعينك ومشاهداتك ولايكاتك والكلام ده؟ للاسف دي الحقيقه، دي الحقيقة اللي انت مش عايز تشوفها وبتقاوح مع انك عارف ان هي حقيقة، بدليل ان انت اللي في الاخر بيتقالك هو انت مين اصلا؟ انت مين عشان تتكلم عن محمد صلاح وكأنه نبي او اله؟ انت مين انت بقى عشان تجيب سيرته؟ يعني انت عايز تقول ان مهما كل اللي بيتعمل ده او الحقائق اللي بتظهر دي، الناس هتفضل تتفرج على جعفر العمدة ومحمد رمضان ومسلسلاته وافلامه، ومحمد صلاح هيفضل فخر العرب بعد اللي عمله في حق العرب؟ شعبية بعد كل حد ده فيهم اتأثرت بعد انت وغيرك ما اعترضوا على اللي هم بيعملوه؟ بصراحة لا. يبقى انت ايه؟ كنت حمار. ما تقولش على نفسك كده حبيبي، انت حمار. جميل حرفيا. بس محتاج قبل ما تطلع كلمة من بقك تفكر 100 مرة انت بتوجه الكلمة دي لجمهور شكله ايه، ثقافته ايه، وهل مؤهل للكلمتين اللي انت هتقولهم اصلا ولا لا. اعتقد انت شفت ده، وشفت الناس لما بتنزل فيديو فيه اثارة وتشويق وقضية انسانية مشاهدات بتبقى عاملة ازاي، ولما بتعمل قضية تانية حقيقية وهتوعي بيها الناس المشاهدات بتبقى عامله ازاي. ولو هنصحك نصيحه في الاخر يعني، اعمل اللي الناس بتحبه، وقناعاتك الشخصيه دي خليها لنفسك، وقدم اللي الناس عايزاه. يعني مثلا لو قدمت فيديو بعنوان سارة جاي تزور مصر لاول مره، شوف الناس هتعمل ايه على فيديو زي ده. ومش بس كده، ده انت هتلاقي انتقادات، واللي يقول لك عايزين محتوى مفيد، اوعى تسمع لهم دول، لانهم لو عايزين محتوى مفيد كانوا شافوا محتواك القديم المفيد اللي مش جايب 500 مشاهده، وما جوش على ملا وشهم على المحتوى اللي جم يعلقوا عليه ويعلوا لك الريتش بتاعه بتعليقهم ويقول لك اعمل لنا محتوى مفيد. للاسف هي دي الحقيقه اللي لازم تشوفها. بس ايه يا عم، قد ايه انت وسخ وحنين. بس بصراحة على قد ما انا يعني كنت مش مقتنع بجزء من الكلام اللي انت قلته ده، بس هحاول اعمل كده او اعمل بنصيحتك على الاقل، لان في جزء كبير منها صح للاسف، لاننا فعلا في عصر التفاهة. انا مقتنع بده جدا يعني. بس كنت دايما بقول لنفسي انت لحد امتى هتقاوم عصر التفاهة؟ هل هيبقى في ملايين ماشيين في سكة وانت ماشي في سكة لوحدك وفاكر ان انت صح، ويوم ما هتقول هل حد هيقف جنبك؟ للأسف لا. لما تيجي تحسبها لا. فالافضل انك تاخد حقك من الدنيا دي وتطلع منها باقل الخسائر، لان فعلا خسرت كتير على المستوى الشخصي ومحدش قدر ده للاسف. في الاول وفي الاخر بشكرك يا ابو الريش، انا فعلا كنت محتاج كلامك. بيس يا ابو الريش. كده انت مش تقول للناس كده بقى معاهم ريشه وبتاع واضغط لايك وفولو لا خلاص بقى بتاع، ما احنا معناش رقاصه عشان الناس تشوفنا يعني. بس اوعدك اول ما نجيب رقاصه هقول لهم كان معكم عمو. يلا سلام، تصبحوا على خير.